ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه عطار عجوزه قالت لي عليها. قالت لي حوشي قشر الرمان في البطرمان وشوفي المعجزات، واستعدي كمان للشتاء، وهتوفر لك فلوس الأدوية اللي بتجيبيها من الصيدلية طول الشتاء. زي ما انتوا شايفين كده، ده قشر الرمان. غسلته كويس قوي قوي وسبته لما ينشف، وبعد كده حطيته في كيس زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هبتدي اطلعه، دول كده حوالي قشر رمانتين. هبتدي اجيب برطمان من الازاز زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ايه مقطعاه طبعا ومجهزاه وهحطه في البرطمان. بكون طبعا حاطه الميه على النار علشان عايز ميه مغليه، تكون مغليه كويس قوي. وبعبي قشر الرمان في البرطمان زي ما انتوا شايفين. وهبتدي كمان احط عليه معلقه واحده من الجنزبيل. معلقه واحده من الجنزبيل. وبعد كده هبتدي ادلق عليه الميه اللي هي السخنه اللي هي المغليه. معلقه بس، ما نكترش يعني علشان هو بيبقى الجنزبيل بيبقى حامي شويه. هنحط بقى باقي الميه. ولو عندك ليمونه، انا ما كانش عندي ليمونه، فتقطعيها برضو تكون غسلاها وتحطيها برضو في البرطمان. وده كمان ورق لورا. زي ما انتوا شايفين كده، ورق اللورا بيبقى برضو مفيد جدا وكويس قوي قوي. ده طبعا هتدلقي الميه المغليه اهي زي ما انت شايفه كده، هتحطيها عليهم وتبتدي تقفلي البرطمان. بس ما تمليش الميه لحد الاخر، يعني حوالي تلت ارباع البرطمان كده. وتقفلي الغطا كويس قوي وتحاولي ترجيهم علشان كل الخليط يتجانس مع بعضه. كلنا طبعا اولادنا بينزلوا بيروحوا المدرسه الساعه 6 الصبح، وبيبقى الجو برد وممكن يجي لهم نزله برد لا قدر الله، او يحصل لهم برد وكده وضيق في التنفس او حاجه. فدي كويسه جدا لو شربت منها كوبايه الصبح قبل ما تروحي على المدرسه او العيال يخرجوا الصبح. تديهم الكوبايه دي منها. دي كويسه جدا جدا لنزلات البرد وضيق التنفس والاسهال. كويسه جدا جدا. لو الفكره عجبتكم ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم على خير، مع السلامة.